ليه ربنا بيبتلينا؟ وده سؤال مهم جدا بنسأله دايما لنفسنا، ونكون عايزين نعرف ايه هي اجابته الحقيقية بالظبط. فتعالى معايا يا صديقي اقول لك ليه ربنا بيبتلينا في الدنيا. لو فكرت تبحث عن معنى كلمة ابتلاء هتلاقي كده اول كلمة تقابلك هي امتحان او اختبار، ويمكن ان يأتي بالخير او الشر. ده معناه يا صديقي ان الابتلاء ده هو اختبار وامتحان من ربنا ليك، عشان دايما يحطك في مواقف وظروف صعبة ويشوفك هتعمل ايه في وقتها. ولكن زي ما ربنا ممكن ان هو يختبرك في مواقف وظروف صعبة جدا عليك وتقيلة، ممكن كمان يختبرك في ان هو يكرمك جدا بفلوس ويكرمك كمان بشغلانة كويسة. وقتها ده برضه بيكون اختبار وامتحان من ربنا ليك، ان هو كرمك مثلا بشغلانة كويسة وبقى معاك فلوس وبقيت غني، فهو شايف انت بقيت بتصرفها ازاي وبتعمل بيها ايه، وكمان سامع وشايف هل انت بتشكره عليها ولا لا. فلو انت ما بتشكرش ربنا وتحمده وتقول اللهم ديمها نعمة، فانت كده بتفشل في الاختبار يا صديقي. لان ربنا قادر زي ما هو كرمك كده بفلوس وكرمك كده بحياة كويسة، قادر في لحظة انه يطير ويشيل من عنك كل ده. في حديث معروف عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيقول إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضى فله الرضا ومن سخط فله السخط. وده معناه إن كل ما كان الابتلاء شديد عليك، كل ما كان جزائك وعودك عند ربنا أكبر. وإن ربنا سبحانه وتعالى لما بيحب قوم أو بيحب حد، بيحب إنه دايما يشوفه في اختبار صعب ويشوف هل هو هيرضى ولا لأ. ولو ربنا سبحانه وتعالى شاف الإنسان راضي هيعوضه دايما وهيرضيه في الآخر. ولكن الإنسان اللي ما بيقولش كده الحمد لله أو ما بيحمدش ربنا يعني على أي حال، ودايما كده تلاقيه ساخط كده ومتذمر على قدر ربنا، ده تلاقيه دايما إن هو ما بيرتاحش، وتلاقي إن ربنا ما بيعوضوش وبيفضل دايما في الابتلاء ده. في ناس لما الابتلاء بينزل عليهم بيكون على شكل فقدان شخص عزيز عليهم، أو فشل مثلا في الشغل أو الدراسة، أو حتى علاقاته بمعظم اللي يعرفهم في حياته كده والناس اللي بيحبهم ممكن إنها تتقطع كده من غير سبب ويبعدوا عنه. في ناس من كتر ما هما بيسخطوا دايما وزعلانين من وضعهم والظروف اللي ربنا بيحطهم فيها وما بيستحملوش ابتلاء ربنا، تفكيرهم وعقليتهم بيخليهم ان هم يعملوا اي حاجه حتى لو غلط وحرام، لمجرد بس ان هم يبقوا مبسوطين كده ويخرجوا من الوضع اللي هم فيه. مش مهم بقى هم يعملوا ايه ولا ازاي، المهم بالنسبه لهم ان هم يخرجوا من الوضع اللي هم فيه اي حاجه ان هي ممكن تفرحهم او تبسطهم، حتى لو فرحه تكون مؤقته ومش دايما. اكيد مفيش حد يحب انه يكون مضغوط ومتضايق وزعلان، لكن انك تهرب كده من حقيقتك والواقع بتاعك ومش عارف تصبر ولا تستحمل على ابتلاء ربنا ليك وتدور على اي فرحه مؤقته، فده اسمه فشل وخوف، وبيخلي شخصيتك دايما اضعف واضعف، لانك كده بتكون وصلت لمرحله خلاص ما بقتش عارف ربنا، وكمان انت بقيت بتدور على راحتك باي طريقه، ومش مهم اذا كان اللي بتعمله ده صح وحلال ولا غلط وحرام، وضميرك وقتها بيموت. الفكرة كمان في الابتلاءات الكتير جدا اللي هتفضل موجودة معاك لحد ما تموت، هي انك بتنضج كده عقليا وبتستوعب وبتدرك حقيقة الدنيا، وان ربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. وعايز اقول لك كمان ان اشد الناس بلاء كانوا الانبياء، عشان ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا عن طريقهم دروس كتيرة جدا وحاجات مهمة جدا زي الصبر والايمان بالله، اللي هم اصلا اهم حاجتين لازم يكونوا عندك عشان تقدر تعيش في الحياة والدنيا دي تحت اي ظرف. وأحب أنهي معاك يا صديقي الفيديو ده بآية قرآنية من سورة البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. أنا عبد الرحمن أحمد. ما تنساش بقى يا صديقي إنك تشترك كده في قناة اليوتيوب، وكمان تعمل فولو في صفحة الفيسبوك. وكمان يا صديقي في شعار مهم جدا هبدأ أقوله من أول الفيديو ده ومستنيك تكتبه تحت في التعليقات، وهو خليك إيجابي لنفسك. وأشوفك في فيديوهات تانية كتير يا صديقي. سلام.